بالنهاية الكرة أنصفت الأرجنتين، الكرة أنصفت من يستحق الفوز، الكرة أنصفت ليونيل ميسي، الكرة أنصفت الأفضل. الأرجنتين الآن في نصف النهائي أمام مواجهة كرواتيا. الأرجنتين الآن في نصف النهائي بعد الفوز المستحق، الفوز بجدارة على هولندا. الفوز لم يكن بالحظ، لم يكن بركلات الحظ. أساسا هولندا لم تكن تستحق الوصول إلى ركلات الترجيح، لكن وقوف الحظ معها بعض الشيء، والقائم ورعونة المهاجمين هي من أعطتها بعض الأمل، وهي من أوصلتها إلى ركلات الترجيح. من بداية المباراة وحتى النهاية كنا شايفين لاعبين المنتخب الأرجنتيني هن الأكثر طلبا على الكرة، هن الأكثر طلبا للهدف، هن عم يدوروا على الهدف. لاعبين المنتخب الأرجنتيني كانوا أكثر جرأة على المرمى، عكس لاعبين المنتخب الهولندي اللي كانوا أقل جرأة بالطلب على الكرة وأقل جرأة بالاندفاع نحو المرمى. حسيت كان في عندهم شوية خوف ورهبة من لقاء الأرجنتين. استذكروا 2014 بالرغم من انه كانت المباراة متكافئة لكن راحت في ركلات الترجيح وخسروا نهائي ال 78 اللي خسروه امام الارجنتين. ايضا هولندا بتستمر عقدتها امام الارجنتين، لكن الارجنتين تأهلت تأهل مستحق. لاعبين المنتخب الارجنتيني من بداية المباراة بلشوا عم يضغطوا، كان في ورا تكتيك حلو كتير، كان في اغلاق مساحات، اغلاق زوايا الرؤية، الانطلاق بالاظهرة، تناغم وانسجام بين لاعبين المنتخب الارجنتيني، كان كتير موفر عليهم جهد. حسينا لاعبين المنتخب الارجنتيني ما كان عندهم هالاندفاع القوي اللي يخليهم مستعجلين لتسجيل الهدف ويصير في تهور ويصير فقدان كرة. لا، كانوا عم يلعبوا هن بهدوء، كانوا عم يلعبوا بثبات، وهن عارفانين انه الهدف رح يجي، وهن عارفانين انه في عندهم اسطورة في المقدمة اسمه ليونيل ميسي. ليونيل ميسي اللي قادر من لا شيء يخلق لك فرصة، وهذا اللي عمله في اسيست الهدف الاول، وهذا اللي عمله بتسجيل الهدف الثاني بالرغم انه بركلة جزاء، لكن نفذ ركلة الجزاء هي المرة بهدوء واعطى تقدم مريح للمنتخب الارجنتيني. انا بشوف انه تقدم الارجنتيني بالهدف الثاني حرر هولندا. لما كانت هولندا متأخرة بهدف واحد فقط كان في عندها لسه شيء تخسره، ما كانت عم تندفع، كانت لسه متحفظة دفاعيا، والارجنتين هي اللي ماسكة الطابة وهي اللي عم تلعب للامام. لكن بعد تسجيل الارجنتين للهدف الثاني لاعبين المنتخب الهولندي قالوا ما ضل عنا شيء نخسره، لازم نهجم. هجموا وجابوا الجول الاول، وبعد ما اجى الهدف الاول صار في عندهم ثقة بالنفس أكثر. طالما جبنا الأول جبنا الثاني، وهذا الشيء أدى إلى زعزعة ثقة لاعبين المنتخب الأرجنتيني، وشفنا الجول الثاني إجا بطريقة غريبة وطريقة مضحكة جدا. حتى بعد التعادل بلشت الأشواط الإضافية، توقعت بصراحة إنه شوف لاعبين المنتخب الهولندي هن الأكثر اندفاعا، هن الأكثر بحثا عن الهدف، لأنه هن اللي عادلوا بالدقيقة 90 أو بالدقيقة 100 مو دقيقة 90. مثل ما عودنا التاريخ انه الفريق اللي بيعادل في اخر دقيقه بيكون معنويا افضل من الفريق اللي بيتلقى هدف. لكن شفت لقطه انا في الدقيقه 106 او 107 تقريبا، حارس مرمى منتخب هولندا كان عم يضيع وقت وهو متعادل في النتيجه. يعني الحارس عم يضيع وقت وهو متعادل في النتيجه، ما انه متقدم. لما بتكون متقدم وبتضيع وقت هذا الشيء مفهوم، بس انه انت لساتك متعادل وانت مطالب تسجل هدف مثل ما الخصم مطالب يسجل هدف، فكنت عم تضيع وقت. فهذا الشيء بدل على انه هولندا كانت راضيه بالتعادل، هولندا كانت عم تبحث عن الضرب بالهجمه المرتده، وهذا الشيء ما تحقق بالنسبه لها. بالنهايه هولندا سجلت هدفين من تسديدتين على المرمى فقط، بينما الارجنتين كانت اكثر خطوره، اكثر محاوله. شفنا ضربه بالقائم اخر 3 أو 4 دقائق لوحدهم كانوا بيستاهلوا انه الارجنتين تحط فيهم هدفين او 3. الحظ وقف مع هولندا في الاخير، لكن التوفيق كان من صالح ابناء المنتخب الارجنتيني في النهايه. مبروك للارجنتين تاهلها لنصف النهائي، مبروك للارجنتين، مبروك ليونيل ميسي. ميسي حاليا على بعد 180 دقيقه فقط من صناعه المجد. ميسي على بعد 180 دقيقه لحتى يصبح اللاعب اللي جمع كل البطولات الممكنه، كل الجوائز الممكنه، البطولات الفرديه والبطولات الجماعيه. مبروك للارجنتين، مبروك لنا كعشاق المنتخب الارجنتيني، ومبروك لميسي.